السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي، أهلا وسهلا بكم. النهاردة هنقدم فيديو جديد، هتستفيدوا بيه إن شاء الله. القماشة دي أنا صادقة لما قلت العنوان قماشة سحرية. وهتشوفوا إنها تنفع لحاجات كتيرة جدا، وهتحل لكم المشاكل معظمها بتاعة الهدوم اللي بتقصر على أولادكم، والهدوم اللي مثلا الأستك بتاعها فك، سواء بنطلونات، تيشرتات، آه، بلوفرات، سويتشيرتات، والحاجات دي كلها. حتى المعصم نفسه اللي بنلبسه ممكن يحل مشكلته، العبايات بتاعت البيت وكل حاجة. القماشة دي مش قماشة عادية، دي قماشة أستك. شايفين بتتمط ازاي؟ ودي المتر منها، يعني دي ربع متر ب10 جنيه. دي كلها كده تخينة ازاي وكبيرة، عريضة وكبيرة، كلها ب10 جنيه. فيا ريت اي حد فيكم يعرف يجيب القماشة دي. انا جايباها من بتاع الكلف، يجيبها لانها تحل له مشاكل لا حصر لها في هدوم ولاده. وخصوصا الكمام بتاعتها زي كده بتبوظ او بتقصر. وطبعا الولاد ما بيردوش يلبسوها. ابسط حاجه انك هتروحي ملبسها لهم تحت الهدوم، حتى ما تلبسيها تحت الهدوم، تيجي تلبسيهم مثلا بلوفر فوقيها، او سويتشيرت او بيجامه، تروح الكم لانه قصير يروح طالع لفوق ويلكلك ويضايق الولاد. فكده كده يعني مش هتعرفي تستفيدي بالهدوم. يعني اصحاب نصيبهم هياخدوها، بقى يعني يا رب يتمتعوا بيها لغاية اخر فتلة. بس يعني انا بقول اللي الناس اللي ما تقدرش مثلا تشتري هدوم جديدة، وتدي الهدوم اللي قصرت بتاعت ولادهم لحد تاني، فدي هتحل لهم مشكلة كبيرة جدا. آم، دي اول حاجة. حتى في طول الهدوم هتعرفي تطولي بيها اي بلوفر، اي سويتشيرت، اي حاجة، لان كله بيعتمد على موضوع الاستك. واكيد في استك اتخن من ده واكتر في الثمن اكيد يعني. لان كان مرة ابني الكبير كان جاب سويتشيرت جديد، وكان لونه يعني ليه لون معين، وداه المغسلة فغير له صاحب المغسلة الاستك بتاعه كان تخين جدا. وطبعا السعر بتاعه اغلى بكتير. فعلى حسب طبعا الخامة بتاعت الاستك هتبقى غلو القماشة او رخصها. فاللي يعرف حد بيبيع حاجات اغلى من كده طبعا يا ريت يشتريها، لان هتساعده كتير جدا، وهتخلي الهدوم كلها تتجدد اللي عنده، ويقدر يستفيد بيها باكتر حاجة. شايفين البلوفر ده الاستك بتاعه فك وكمان قصير، فممكن تعمليها بطريقتين. لا اما هتخيطي زي كده من جوه البلوفر زي المعصم كده، يبقى من جوه الاستك، او تيجي على على نفس الاستك القديم وتخيطي فوقيه، فيبقى اكنه مش موجود الاستك القديم اصلا. لكن لو كان مش مفكوك جامد وشكله شيك وكويس، عادي ممكن تحطي ال الاستك ده او القماشة دي من جوه، وتخيطي حوالين داير. طبعا هتبقى الحاجة يعني أكنك أحيتيها من جديد وابتديت تستخدميها نفس الفكرة. أنا ما بحبش أبدا يبقى الأساور بتاعت أي قمصان أو أي هدوم بتاعت ولاد صغيرين لون فاتح، لأن عارفة إنها تتوسع جدا وهتبقى صعبة في التنظيف. فشايفين ممكن تيجي تغطي الجزء اللي هو زي ده، وخصوصا لايق على نفس الجاكيت بتاع الولد، وتحطي له. شايفين الاستك كده بيبقى لون غامق، وتلفقيه عادي، فيبقى يغير طبعا
الجاكيت ويخليه ممكن تستفيدي بيه بأقصى درجة وما يتوسخش بسرعة. مش كل لابسة هتضطري تغسلي جاكيت مثلا، وطبعا بياخد وقت على ما ينشف، وطبعا استهلاك للجاكيت نفسه. شايفين الفرق بين ان اللون يكون غامق واللون يكون فاتح؟ طبعا اكنك انت بتوفري مرات الغسيل كتير جدا، واتساخ الحاجة مش هتبقى بالطريقة البشعة لما يبقى اليد فاتحة. وحاولوا لما تشتروا للأطفال خصوصا ما تشتروش الجواكت أبدا الألوان الفاتحة، وخصوصا ناحية الكمام والأساور. يعني ممكن يكون الجاكيت فاتح مثلا من فوق، ولكن مثلا تبقى الجزء ده غامق لو كان فيه ألوان يعني. البديل عن القماشة دي اللي مش هيلاقي القماشة دي خالص، الشراب اللي هو الرياضي، اللي هو بيبقى طويل كده وبيلعبوا بيه الولاد الكورة. ممكن تجيبي الألوان كلها بتبقى موجودة في السوق، تجيبي شراب، وطبعا الشراب هيبقى فردتين، فممكن تستفيدي بكل جزء في الشراب انك انت تحيي الحاجات اللي موجودة عندك بايظة. ادينا بنقص الشراب، بس اقول لكم على حاجة: الشراب ده تركوه، فلازم تحرقي الحواف بتاعته بشمعة او بولاعة كده، بحيث ان هي ما تفتلش منك وانت بتشتغلي، او تعملي لها سرفلة لو عندك مكنة فيها سرفلة والحاجات دي كلها. فهي دي اكتر حاجة ضايقتني. حتى هتشوفوا الفتل بتاعته كده هتيجي على الحاجة اللي احنا بنعملها، فلازم تتحرق بالنار. انا ما بقدرش اعمل الحركة دي بتاعت النار والكلام ده، عشان ولادي ما يقلدونيش وتحصل مصايب يعني. شايفين الفتل ابتدت تقع منه. دي هتبقى تقضي عليها بانك تحرقي الاجزاء دي بالشمعة. شايفين لما تحطي زي ما بقول لكم الفكرة، تغطي الجاكيت او اليد بتاعت الجاكيت باللون الغامق، هتشوفوه شكلها ايه. والاتنين، وسهل جدا انك تلفقي وتخيطي على طول او تعمليها بالمكنة. اللي يعرف بقى يفك الاسورة نفسها ويرجع يركبها، بس دي مشكلة لوحديها، دي عايزة خياط محترف يعني يعمل الفكرة دي. بس انا ما افضلهاش يعني، انا ما يعني مش مصناش في الاحتراف للدرجة دي يعني. برضو الناحية التانية، ما انت لما تيجي تقص هتقص الاتنين بالظبط بالظبط قد بعض. يعني هتمسكي الناحية دي والناحية دي، وتبقى بالسنتي وبالملي وكله، يبقوا الاتنين قد بعض. برضو هنغطيها بالطريقة دي. انا عجباني جدا فكرة ان احنا نغطي الاسورة بالطريقة دي، وهي دي نفس الفكرة اللي هتعمليها في اي تيشيرت او اي سويت شيرت عايزة تظبطيه او تطوليه، هتعملي الحكاية دي. انك انت هتغطي اليد وتطولي طبعا في الاستك على حسب الطول اللي انت عايزاه بعد كده. يعني ممكن تزودي كام سنتي للطول الجديد، فتبقى الحاجة طولت وبقت مقاس الطفل اللي انت هيلبس الحاجة. برضو الوسط نفس الفكرة، هتعملي مقاس الوسط وتزودي كام سنتي بحيث تطول الطول اللي هو طوله الولد من السنة اللي فاتت للسنة دي. طبعا نفس الفكرة بتنطبق على البنات، بس هي البنات كان يبقى أسهل جدا، لأن ممكن مش لازم القماشة دي بالذات، يعني ممكن أي حاجة. طبعا البنت ممكن تطولي بيها البلوفرات بتاعتها والبلوزات بتاعتها والحاجات دي كلها. كذا فكرة كتير يعني، أفكار البنات حلوة وكتيرة، لكن هي المشكلة في الولاد اللي هم البنين يعني. هي اللي مش معقولة هتحطي لهم دانتيل، ولا تحطي اكسسوارات، ولا تحطي جالونات والحاجات دي كلها الولد. فهي الفكرة ان القماشة دي سحرية بالنسبة للأولاد أكتر من البنات طبعا، وطبعا هتنفع للبنات. ممكن تحطي فرو للبنات برضو، تحطي شيفون، تحطي آه، أورجانزا، أي حاجة بتطول الحاجة وتبقى شكلها شيك وحلو. لكن الولد استحالة هتحطي له الحاجات الخامات دي.
برضو الاستك اللي هو آه، زي كده برضو ممكن تحطي له نفس الفكرة، وتضيقي الاستك بدل ما هو واسع. والسلام عليكم ورحمة الله.